4 تغييرات متوقعة في تشكيل النادي الأهلي أمام القطن الكاميروني. السلام عليكم. تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن التغييرات في التشكيل في مباراة القطن الكاميروني القادمة في دور المجموعات، وقال الكابتن أحمد شوبير: أعتقد إن هيكون في 4 تغييرات في التشكيل على الأقل، وأعتقد هيكون أولها حراسة المرمى محمد الشناوي هيكون راحة في ماتش القطن الكاميروني القادم. وقال كمان ان في بعض الاصوات في النادي بتقول ان محمد الشناوي يريح شويه، لانه الاجهاد والضغط عليه في المباريات خلاه عنده ضغوط نفسيه كبيره، واجهاد مش عارف يخلص منه ويطلع منه، فلابد ان هو يبقى فيه راحه، مش ماتش القطن الكاميروني بس، لا بل الماتشات اللي بعد كده وشويه هيقعدوه شويه يعني. وقال الكابتن احمد شوبير: انا شفت المباراه من تاني واتخضيت، 5 اهداف سكنوا شباك النادي الاهلي وشكلنا ما كانش حلو خالص. واختتم تصريحاته وقال: التغييرات ستشهد مركزين في خط الدفاع، وخالد عبد الفتاح في التشكيلة الأساسية ورامي ربيعة، بجانب تغييرات في خط الوسط وتغييرات في خط الهجوم. يلا يا أهلي، مش صعب عليك إن أنت توصل زي ما عودتنا بالروح والإصرار والعزيمة. أهلاوي أنا والفخر ليا. السلام عليكم.